ابو احمد شو عندك اليوم؟ هلا، عندنا اليوم تركيب تين باذن الله. تين هندي هذا راح نشيله ونركب عليه هاي الاصل الاصل هندي. نعم. زين. اللي في يدك شنو الطعم؟ الحين الطعم هذا تين جاسم. نعم. زين، راح نفتح السكين هذه. اول يوم ما نريد نستخدم السكين هذه، هاي خطيره. لا خلي حق اشياء ثانيه. خلنا نستخدم سكين لاول مره نستخدمها، بعد براندد على قولتهم، زينه. يا سلام. نشيل اللحاء من هني اسفل. طبعا لازم نلفه بماده البرافيل او تيب البرافيل، يظهر هاي الابيض. زين، نقلبه وبعدها راح نعمل شرخ في وسط اللي هو شو اسمه. يفضل ان احنا نبتعد عن البرعم. السكين هاي بس لا تجرحنا، ننزلها نبتعد عن البرعم، يعني تحت نقطع البرعم هذا. يعني التطعيم تكون فوق البرعم. ايوه، فنقطع كذي في الوسط، ندخل السكين كامل الى هاي المنطقه. زين، بعدها نشيل البقايا اللي هني ونخلي الغسل. نشوف الطعم ابو احمد مع هذا الطعم بهاي الطريقه. يجب ان يتساوى هذا الجزء مع هذا الجزء بنفس السمك. هني شويه يمكن السمك انتفاخ، نرد نشيل منه شيء بسيط. خلاص، اهم شغله تحكيمه بالتيب على حساب ان احنا يكون في مكان مظلل مو في الشمس. فنخلي هذا او نفك بالسكين. يعني اليوم السكين نحطها شويه كذي، نباعد شويه، نفتش ونخلي داخل. من الدش هاي القطعه بس نشيل السكين، بس مجرد ان احنا نعدل المكان ونوسط. هذه في الوسط عشان اللحاء يلتحم مع اللحاء والتاكد منه. يجب الضغط على منطقة التركيب على حساب انه ما يدخل هواء او انه يلتحم تماما بهذه الطريقة. هاي شنو تيب عادي؟ تيب مال كهرباء، بس يكون كواليتي، مو اي تيب نشتريه انه يكون مو بوكي. في نقطة مهمة جدا، ان احنا نقصر الطول، نخليه على 3 براعم، 4، 2، يعني احتمال يمكن دلين ما ينجحون او ينجحون. عندكم برعم 2، 3 كذي. فهذه خلصناها. طبعا نتريث في التركيب، ما نركب بشكل يعني سريع او شغله، لان لا زال في متسع من الوقت. زين ابو احمد، نقطه يعني احنا طعام تنت، شلون عن الري؟ الري اذا القصيص رطب ما يحتاج تروي، اذا القصيص قريب الجف نروي. يعني اذا ري شو اسمه، وثانيا حتى لو رويت ما راح يضر، بسبب انه شنو، ما في تشيس يجمع بخار. نعم. لان هذا برافيل. التشيس لما انت تروي الماي كله راح يتجمع في التشيس كتركيب لوز او شغله، صح. ويعفن الغصن. هاي اللي صار عندي. ايوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما قصرت يا ابو احمد. حياك الله.